السلام ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده هندخل محاضرة خاصة بوحدة تسجيل الأطفال في سوق العمل اللي اتنشأت في مدارسنا. طبعا كلكم دكتورة وسمعتوا عنها، وبرضه عشان افهم البنات احنا بنشتغل في ايه هقول لكم نبذة مختصرة جدا عنها عشان تبقوا عارفين احنا بنتكلم عن ايه. احنا عندنا الوحدة دي جاية في خريج التعليم الفني، يعني لكم انتوا مش لحد تاني. خلاص؟ ديت الوحدة دي يا بنات بتوفر لكم شغل، هي بتجد تيسير الانتقال لسوق العمل، لان التعليم الفني هو المناط به ايه؟ ان احنا ننقله من المدارس ينزل على الشغل على طول، صح؟ احنا البلد قائمة عليه، يبقى المفروض ان اخد طالبة من عندي تخرج تشتغل بره على خلفيتها العلمية. يعني ايه؟ يعني اصلا ما انتوا بتخرجوا وتشتغلوا بنات، صح؟ وكان الكلام ده موجود قبل كده كتير، بتخرجوا وتشتغلوا في اي مكان، صح؟ مش هنكتب على بعض، كنتوا تروحوا اي مصنع اي شغلانه، تروحوا مصنع ملابس انتوا كهرباء وتدخلوا في ملابس ما تدخلوش حتى على الصيانه ولا الكلام ده، كان بيخليكي تغلفي، لا تشيلي كراتين وتحطي، صح؟ لا، الوحده دي الوزاره حاولت تنشئها عشان تحفظ حقك انت، تاخد خلفيتك ال3 سنين اللي انت بتتعبي فيهم في مدارس ثانيه 5 بيتعبوا فيهم وبتاخدي معلومات وبتدرسي وبتتعلمي، يبقى الدراسه والتعليم ده هو ينفعك، ده مش تاخديها وترميها في الزباله بقى ويبقى كاننا ما درسناش، لا، بستفيد بيها باني اخد الشغل البيت ده احطها في مجالي، التدريس في التدريس، كهرباء في الكهرباء، ملابس، بحيث ان انا، لان طبعا احنا عارفين ان اي دوله متقدمه تقوم على الصناعه، يعني على التعليم الفني، يعني علينا، صح ولا لا؟ يبقى انا النهارده اعرف ان انا كنت بتساوي قيمه كبيره قوي قوي عند الناس اللي انا داخله لها، اللي هي وزاره، هنا وزاره لوحدنا بالفعل علشان مقدروا انه التعليم الفني ده مهم جدا. فالوزاره ده ايه؟ انشأت فكره وحده التيسير، ان انا اخد بناتي والشباب بتوعي استفيد بيهم في شغلهم في مجالاتهم. الوحده دي يا بنات مكونه من 4 مكونات مرتبطين كلهم ببعض عشان يصبوا في مصلحتكم في الاخر. انا بخدم المكون اللي ورايا واللي ورايا بياخد من وراه عشان انتوا في الاخر تبقوا الهدف الرئيسي ليه. خلاص؟ اول مكون رياده الاعمال، وينفع عندكم في الابداع والابتكار. انتوا كبنات كهرباء كل بنت فيكم بتدخل لما تدخل تشتغل مع مدرسينها وتشوف النشاط وتشوف الاختراعات اللي الاستاذ عادلها والتيسيرات، والكهرباء دي كانت بالنسبه لكم كانت شيء مبهم قبل كده، وجايه ازاي وماشيه ازاي، تبقى الله هو يعني ايه سلك يجيب لي في الاخر، كل ده بتفهموه والامور بتوضح. بالعكس فيكم بنات متميزات تبدا تقول ايه، طب انا ممكن اعمل بالكهرباء دي شيء ثاني، تبقى مبدعه. رياده الاعمال فيها جزء خاص بالطلبة وإبداعاتهم، وبتعملوا مشاريع وبعد كده تخدمهم انهم توفر لهم مشروعات صغيرة تخدم المشروعات الكبيرة. يعني ايه مشروعات صغيرة مع الكلام ده احنا بنسمعه في التلفزيون بس برضه ممكن يكون مش فاهمين. يعني انا عندي مصنع السيارات، انا كفرت فيه ممكن اعمل فيه ايه؟ انا ممكن اخد الصامولة، مش هو يبقى محتاج صامولة؟ جزء من المشروع الكبير قوي ده انا اللي اعمله بدعم من وحده التيسير. خلاص؟ طيب ده مكون، وطبعا له مدرسه وله طريقته كمان المستفيضه قوي اللي انا مش فيها، فهو يقدر يوضحها لكم وهنبقى نقول في مره يشرح لكم. في مكون ثاني التوجيه والارشاد، وبالفعل الاستاذ عبد المنعم والاستاذ محمد عبد العال شغالين معاكم فيه واكثركم عرفوا وعرف ايه الغرض منه، وهو بيصبه كله على الطالب، وانه يعرفوا ايه مقدار العمل واهميته، وازاي كل عمل تدخل ازاي، وازاي يعرفك قيمه الوقت، وعرفك كل حاجه، ازاي انت تدخلي تبقي مستعده انك تكوني سيده بتشتغلي في شغل عمل كأنك بتشتغلي بقى 20 سنه. انا بضربك هنا على انك تدخلي تيجي من اول ما تدخلي، ما تبقيش حلوه وتدخلي بشروطك، لان انا لما ادخل وانا متميزه هفرض شروطي، صح؟ ولا لما ادخل وانا خايفه ولسه بتعلم؟ اكيد لا، بيبقى في فرق كبير طبعا. بعد كده في مكونات ايه؟ التدريب. هو التدريب اللي هو زي انا مثلا كده تدربوا على كذا حاجه، انتوا المدرسين، انا بقى بنصب اكتر على كذا المدرسين اللي هم بالتالي بيدوكوا بعد كده
بعد كده في مكون التوظيف بقى اللي هو بيلم كل نواتج الثلاث مكونات اهو وياخده يستفيد بيه، يقول له لا تعالى بقى ده انا عندي طلبه خبره كذا وكذا وكذا وشروطي كذا وكذا وتفضل خدهم. طب يا رب طب انا ممكن اروح المصنع من غير حضرتك ومن غير الوحده دي. ايه المشكله؟ ايه اللي هيوقفني؟ ما انت هتدخلين. لا يا حبيبتي انا بوفر لك حاجتين مهمين قوي. ان انت في مذكره اسمها مذكره تفاهم بمضيها مع صاحب المصنع فبفهمه ان الطالبه ده اهي متميزه في كذا وخلفيتها العلميه كذا وخدها استفيد منها في كذا. طيب انت مش موافق على شروطي؟ شكرا مش عايزه ادي لك الطالبه بتاعتي مش هبهدلك. انا بتيجي تحت اشراف الوحده بتاعتنا من خلال وزاره التربيه والتعليم. خلاص. كمان بديكي ان صاحب العمل ما يقدرش يبهدلك. فاهمين يا بنات؟ يعني يحطك في المكان المناسب ليه. الى جانب انه يعمل ايه؟ ان هو يديكي حد راتب محدد في مذكره التفاهم ده، في حد ادنى ما بيقوليش مثلا هاتيها ولا هاتيها 600 جنيه، لا له حد عندي. طبعا بيختلف. انتوا السنه دي هو 1200 والله اعلم على ما تيجوا تخرجوا ممكن المذكرات تختلف. فانا بشرط عليك عايز الطالب بتاعي بالشروط دي خده. تاني حاجه ان بعد 3 شهور لما حضراتكم تثبتوا خبرتكم وتثبتوا حسن سيركم وسلوككم معاه بيعمل لكم حاجه اسمها تأهيل. يا بنات وانا بتكلم محدش يروح باله ان انا اعينه تبع الحكومه. انا بديل بطاله توفر لها فرصه عمل، بس فرصه عمل محترمه في اماكن محترمه من خلال وزاره التربيه والتعليم، من خلال الجزء اللي انت كنت منه في يوم من الايام. ما هي وزاره التربيه والتعليم هي اولاد، مش عباره عن منظومه طالب ومعلم ومنهج. انا باخد جزء من المنظومه ده احطها في المكان المناسب. خلاص. فهي دي وحده التيسير بشكل مختصر. وطبعا كل مكون له محتوياته اللي اكيد هتعرفوها في خلال السنه اللي انتوا معانا فيها، وانتوا قاعدين معانا كمان سنه واثنين هتقعدوا وهتفهموا وهتقدروا قد ايه مدرستكم ووزارتكم تعبت فعشان خاطرنا انتوا كمان اتعبوا واجتهدوا عشان تبقوا متميزين وتاخدوا المكان اللي تستحقوا. اول بقى تدريب لكم احنا عملناه زمايلكم تحت في المدارس قبل كده، تدريب على ازاي اقف على المكنه بتاعتي ويبقى في احتياطات امن وسلامه وانا بشتغل. اول حاجه ايه؟ انا داخله من الورشه بصوا كده كلنا بلا استثناء شايفين في ورشنا اللي هي القطعات الحريري. كلنا بلا استثناء عندنا ان لازم يكون موجود عندي احتياطات استخدام المكنه دي لها شروط في الحوض في المسافه. دي وحده الشرعيه لتشغيل المكنه ازاي؟ انا لما باجي اقف عليه ينفع يا بنات حتى لو انا بشتغل وهي الشرعيه مش ليه فلوس ما كهرباء تنفع تعمل كده؟ اكيد لا. اكيد لا. اكيد مدرستي طبعا كلام المدرسات لان هم الاول قدوه لهم. ما ينفعش ان داخله مكان زي كده اكيد باخد بنظام. بدخل مع حضراتكم قاعدين كده النظام بعيد عن الاجزاء الخاصه بايه؟ بانها تتعرض للخطر. طيب من اول احتياطات الامن والوقايه ان انا التوصيلات بتاعتي والطلبه لسه داخلين ما يكونوش متوصلين. ما تكونش متوصله، يعني ما تكونش جاهزه المكن بحيث البنت اللي لسه وهي داخله زي ما احنا عارفين كلنا شنطتي لا اشارتي لسه البلطو بتاعي ما اتقفلش لا الكلام ده كله. فما ينفعش وانا داخله. بالنسبه للساده المدرسين الشغل اللي هيشتغل عليه سواء مكنه سواء وحده تحكم سواء اي بطور اي حاجات او بتوصل. هي نمره واحد في الحاجات دي تعتبر اخر رقم كان في بعد ما خلصنا العمل. اللي هو يعني لو اخش الاقي حاجه مكسوره. كانت دي اخر العمل كان ان انا فصل الكهرباء عن الحاجه وهو خارج. بحيث لما يجي يبقى مجهز ما يبقاش جاي يخش على حاجه زي فهي بقى هي حاجه عند حضرتك لان حضرتك المفروض قبل يوم الورشه تكون مش شغاله وتيجي خارج وتفصل حاجه. انا بالنسبه لي بقى احتياطات الامن والوقايه اول حاجه ان انا بعمل ايه؟ ان انا بأكد ان المكان اللي داخل فيه الطالب مؤمن لغايه ما يدخل. ماكينه ملابس ماكينه كهرباء احنا عندنا اجهزه عندنا الكترونيات كل دي الاجهزه تبقى مؤمنه الاول لغايه ما الطالب يقعد وياخد مكانه الصحيح. ثاني حاجه انا بدات اشتغل من احتياطات الامن. المفروض
ان المدرس بيبقى لابس الباسط بتاعه، اكله المدرسه بالنسبه للمحجبه كده فرشتي ما تبقاش واقعه، ما تبقاش تظبط اي حاجه. البنت يكون في مسافه بينك وبين بتشتغل. المصانع يا بنات، وان شاء الله هناخدكم رحلات لها وتشوفوها فعلي، بيبقى فيه زي سياج حديد كده، سور بيفصل بينك وبين المكنه بحيث يكون على الاقل 20 سم. بعد المكنه كمان، يعني بعد حيز المكنه على الاقل 20 سم. علشان ايه؟ علشان لما البنت تبقى واقفه او العامله بقى، مش البنت ولا طالب، الوقت العامله واقفه ابقى انا كمليه. ارضيات السقف والحيطان لا عامل في ايه؟ في احتياطات الامن. ايه؟ يعني ينفع مثلا اكون ان انا صاحبه مصنع وداخله لسه فاتحه الصبح، ادخل العمال والميه اللي تزحلقهم بالصابون ولا ده ولا ده؟ او اتذكر لا خطر. اولا لان لو كهرباء متوصله الشوز بتاعك هيزحلقك وتبقي ممكن يتعرض للاصابه. ثاني حاجه التهويه في اماكن العمل جدا، عشان اولا الاضاءه، يعني التهويه، اضاءه المكان نفسه مكيف، بحيث ان انا بوفر للعامل. انا لو مدخله عامل مكتفاه المكان ده حار، المكان بتاعي خارج ورا بعضه، مش مبسوط في اتجاه واحد، مش عامله طرقه للسير فيها، صح؟ ايه اللي بيحصل حاجه الحدث ده بيجي في العمل بيكاشف الناس اللي انا شامله ليه وقعت اثناء العمل. بيحصل ايه يا ولاد؟ بنتلبق فيها ونقعد نشوف فيها ايه ونعمل ايه على ما نشيلها حتى، وبعدين تجي لها الاسعافات الهوائيه بتاعتنا. انما انا بضيع وقت العمل. تضييع وقت العمل ده مسؤوليتي انا. لازم وانا هنا اعرف قيمه وقت العمل ده اهو، عشان لما اخرج ابقى مقدراه، ولما اخرج ابقى اليوم بتاعي 12 ساعه مثلا شغل ما يصحش فيه نص، انا نقول ايه، نص ساعه البريك، وبدي في ال11 ساعه ونص الباقيين العمل بقدر الامكان. طيب انا دخلت والايه التوصيلات مفصوله وقعدت في مكاني، ومدرسين يظبطوا حالهم ولابسين بلاطي وقافلين المكنه وقافلين كل حاجه، وهبدا اشتغل. وانا بشتغل احتياطات الامن الاستاذه الابله جايه تشتغل معايا. طبعا المفروض هي لابسه خمار او طرحه او بتحطه جوه البلطو وبتقفل عليه، بحيث ان انا اهو طرحتي، معلش يا بنات انا طرحه ممكن سيري يشدها او كده. انت بتشتغلي هنا دلوقتي على حاجات مهما كان مدرسك عامل احتياطات امن، انما في الشغل المصانع ممكن يكون في ست شغال، ممكن يكون في اي طارئ انت مش واخده بالك منه. كنت في البيت في المكان بتاعك العادي وداخل، لو باب الاوضه مش مفتوح كويس بيحصل مش ممكن في الشارع صح؟ يقطع. طب ده في البيت حاجه ولا اول الكلام ده كله ممكن حاجات بتبقى حوادث نقدر عليها، انما في مصنع وماكينات ممكن حتى يبقى العائد منها فظيع ما اقدرش اعالج. فانا لما ابقى واقفه اولا زي ما الارض واقفه اهي، لابسه البلطو وادخل حماري او فرحتي قفلت حالي واقفه، جيت وقفت على المكنه. الوقوف على المكنه بالشكل الصحيح ممكن حضرتك يا مصاحب تورينا لو انت واقفه. بتبدا الابله زي ما احنا المدرس بتاعي قدوه لي. انا واقف يا بنات ما ينفعش انا واقفه الابله واقفه وارجع اعمل وراها كده. عملت ايه الابله؟ لقيتها مكانها صح؟ اولا اضريها وتضري نفسك. خلاص يا جميل. طيب الطرحه بسيطه، الطرحه بتاعتك بسيطه خلاص. احنا مش عايزه تعمل لا من درين لا خلاص. الابله جت وقفت اهي. انا دلوقتي
بحاول وانا بشغل البنات على المكنه بقدر الامكان. طبعا احنا كلنا عارفين ان الماكينات موجوده في الورش صحيح وكل حاجه، بس مش بعدد الطالبات، صح؟ ففي جزء هيشتغل، يبقى الجزء اللي هيشتغل يقف بانتظام، والجزء الثاني يبقى قاعد بحيث يشوف برضه، بس هو قاعد ملاحظ له شايف، ملاحظ بس بحيث برضه تبقى عامل مراقبه، لان في احتياط امن اللي بنفسك طبعا اللي هي واقفه. ممكن يفوت حاجه هي مش واخده بالها منها، ممكن هي وهي قايمه تجيب الكرسي بتاعها ضيقت المكان راجعه ممكن تقع في القصه، تبقى مشكله. طيب مدرستي وقفت بدأنا نشتغل المسافة ايه يا اولاد؟ بالنسبة لنا مسافة اللي تسمح بالعرض، ينفع اعمل كده؟ لا لازم تكون مسافة بحيث لا انا لازقة في الشغل ولا بعيد عنه، بحيث يكون الامور فيها امان وسلامة ليا انا. في الاول والاخر هي امن وسلامة ليكي وللمدرس. خلاص؟ طيب الاول انا بدأت اشتغل، طب يا الأبلة هتبدأ تحط الفيشة بتاعت المكنة بتاعتها وتبدأ تشتغل. الأستاذة ممكن يكون عندنا 2، يعني من الشيء 2 مكنة 2 3 كل مجموعة مع مدرس. ينفع أشغلها مع الأبلة هنا وفجأة أقول لها مع الأستاذ سيد؟ كده يبقى أنت لا وفي نفس الوقت ما تبعتيش احتياطات الهام. ليه؟ لأن ممكن الأبلة هي موصلة وعاملة حسابها إن آخر مجموعتها هنا والمجموعة الثانية شغالة هنا، فيجي الأستاذة تقوم شادة السلك بتاع الأبلة في إيدها وهي رايحة للأستاذ ثاني، فيبقى هي ضرت نفسها وضرت مدرسها في نفس الوقت وضرت المكان اللي بتشتغل فيه. المكان واحتياطات الأمن تعتبر 50% من احتياطات السلامة والإنتاج بالنسبة للعمل. يعني تنفس النص بالنص، أمنتك وريحتك وانت واقفة تشتغل وظبطت حالك، هتطلعي لي إنتاج منتج. طلعي لي إنتاج منتج. طب فرضا ده يا أبلة عفا واحنا بنشتغل حصل لي حاجة، ممكن ما احنا قلنا الاحتياطات وقلنا ازاي الأب هتقف وهتراعي وهتعمل وهي بتشتغل، ايدي شغالة وهي على بعد ومراعية ان الأرضية كويسة والإضاءة كويسة والتهوية والحصاد كل حاجة مظبوطة وخلاص مشيت على زي ما الكتاب بيقول، بس برضه يمكن صار على حادث، لان انا اللي بقوله ده ينطبق على كل حاجه يا بنات، في ورشي في العمل في المعامل. في المعامل ممكن وانا بحط اي حمض على حمض الامه مظبوط. طب حدث بقى بدا يحدث اي اصابه بسيطه او كبيره انا ما اعرفش تبع حاله العمل اللي انا فيه. طيب الاصابه ده اول حاجه هقدر اعملها فيها، اتفضل الاستاذه اللي فيه هتقول لكم ازاي اسعد الاسعافات المخصوصين انا اللي اقدر اعملها وانا موجوده في مكان عمل. هوريكم ازاي لو انا بنتي اتصابت باي حاجه واقفه وهي بتلف رجلها اتلوت تحتها، خلينا في اسهل حاجه ممكن وهي راجعه بس بسيطه كده قامت رجلها ملويه تحتها، اعمل ايه في زميلتي عمر وهي واقفه؟ خلاص معلش واحدة تكون خفيفة كده. أعمل زميلتي كده؟ تقدر؟ مثلا زميلتي وبشر يعني حصل لها أي حادث وإحنا شغالين. خلاص؟ ماشي؟ أول حاجة هعملها في زميلتي هعمل لها ايه علشان ابدا اسعدها مع مدرستي. ها اتفضلي يا استاذه. هنعتبر معلش يعني تعملي انت واقعه لا بغض النظر عن الوقعه. بغض النظر عن الوقعه، هو الاول المفروض انت الاسعافات الاوليه تعرفي يعني ايه اسعاف اولي، يعني تعرفي النظر الاول وبعد كده تعملي تفهمي وبعد كده تعملي الاسعاف الاولي ده. اي حاجه تقدري انت تعمليها لابنك، اي حاجه مهما كانت، زي ازاي اتكسرت، ازاي دراعها اتلوى منها، ازاي حاجه وقعت على ايديها حرقتها في المعمل، كل اي حاجه انت تقدري تعمليها لابنتك هتقدري تعمليها لها. لكن ده معنى الاسعاف الاولي. عندنا في حالات اصابات كتير بتحصل عندنا زي الكسور اللي وقعتي من على السلم، وقعتي من هنا اتزحلقتي، مثلا حرق دي على ايديكي، دي انواع. عندك
جرح وعندك الجروح، عندك الاربطه، انواع الاربطه اللي انت ازاي تربطي بيها الاصابه بتاعتك دي. عندك حاجه اسمها رباط مثلث او رباط عريض او رباط ضيق. الرباط الضيق بكون حاجه صغيره هتلفيها وتربطيها ده ضيق. الرباط العريض لو ايدي مثلا فيها حاجه وعايزه ادعسها على ما اوديها المستشفى، خلاص جايبه الصفحه بتاعتي دي الحاجه المتاحه معاكي، المتاحه معاكي لغايه ما تيجي اسعاف. انا بس برضه حدود الامكانيات انا هنا طلب انت وانت مع زميلك معاكي ايه على صفحتك بسرعه هتتصرفي معي. اول حاجه بتصرفها دراعها، هي وقعت على دراعها ودراعها مش قادره تتحرك، اروح ماسكاه ثانيات اهو واروح ماسكاه عاملاه رباط عريض اهو واروح عاملاه كده رفعت الدراع بتاعها لغايه ما يجي بقى اللي يكمل ورايا يكمل ورايا. انا كده عملت اللي عليا، انا كده عملت اللي عليا ان انا رفعت الدراع وثبت جت الاسعافات ثابته. الاسعافات العربيه اللي كانت ثابته المستشفى ممكن تكون عندي حاجه ثانيه انا مش قادره ان انا اعمل دي اروح وهي حاسه ان دراعها وجعها مش قادره تثنيه ما توصفش وتني حته خشبه من على الارض بتاع عصايه شجره اروح حطاها على دراعها مثبته دراعها مش قادره تثنيه توجعها واروح ماسكاه ولفها وربطها ومثبته دراعها. ابقى انا كده اتعبتها. يبقى انا عندي كده نوعين من الاسعافات، يا اما دراعها وارد هي مش قادره تحركه هتنيه وارفعه لغايه ما الاسعاف ياخدها تعمل لها الناس، يا اما هي مش قادره تبني فاروح بس الخشبه بتيجي من عند الفوع من ورا من هنا طبعا عشان تثبت دي مع واروح رصاص طبعا. وانا مش هتعود انا معايا مدرس انا مع يعني ما حاولتش اثبت على زميلتي بحس الضرر وبعدين انا معايا مدرس انا بساعد بس في الامكانيات اللي معايا المتاحه معايا. رجليها مثلا لا قدر الله اتدوت انا مش هقدر اعمل لها حاجه، انا كل اللي هعمله كنت الثلج من كانتين او لو موجود ثلج مكان قريب بجيبها احطها على رجلين الورد واروح جايه برضه بالظبط الطرحه بتاعتي ولفاها مثبتاها ورفعها لها على كرسي لا اكتر ولا اقل لغايه برضه ما تروح المستشفى تتعمل لها اشعه وتشوف عليها رجليها فيها ايه بالظبط. دي الاسعافات مهمه جدا لنا لاننا احنا عمل احنا 3 ايام من اسبوعنا عمل فاكيد مفيش فينا مدرسه او طالبه شافت ما تعرضتش لموقف زي ده وانا داخله الورشه وانا ماشيه وبشتغل ممكن تكون زميلتي في اي ظروف داخل وقعت وهي ورا اكيد هتعرض لاي مشكله من دي. فبالتالي المشكله ده هي اقدر اقولها طبعا من الاستاذه نزين بما انها تربيه رياضيه الجزء ده كتير عداه فاهماه ولذلك بتقوله لك لانها بتتعرض له انتوا في الملعب تحكي معاه بس لو اتعرضت له انا بقى ما اروحش بقى اعمل يعني من ضمن كمان يا بنات الارشادات المفروض تكوني عارفاها لحياتك عارفه انك ما تحاوليش تكتب شيء مش عارفاه يعني ايه ما تتدخليش في جزء ما تعرفوش انت وانت حتى في المصنع وتشتغلي من ضمن الاحتياطات الامن والسلامه ليكي وللمصنع ان لو ما كانتش باظت ما تفكاش انت ولا تحاول لان في مسؤول صيانه انت اقصى حاجه تقدري تعملها شلتي وقف جهازي وانا بشتغل مدرسي بيشتغل معايا وقف مني هو سابنا اتدرب وانا واقف ورايا وقف مني ما استعجلش واروح اعمل انا لا هقوم منزله الزرار الامام بتاعه واطلب المدرس يجي يشوف مدرس له خبره في صياغه الشيء وحاجته فما استعجلش خلاص. افضل ان انا ما وقعتش لا قدر الله ما فيش حاجه مني خلاص انتهت. طب انا وقعت ودي مثلا اتجرحت او اتعورت او حاجه هعمل فيها ايه؟ بجيب انا عندي اصلا جوه الورشه بتاعتي او في اي فصل عندي حقيقه الاسعافات الاوليه. حقيقه الاسعافات الاوليه دي فيها ايه؟ بعض الميكروفون فيها المسكن بعض المطهر فيها المرهم بتاع السلوك موجود معايا انبوبه مرهم. دي الاسعافات حقيقه الاسعافات الاوليه اللي موجوده في كل فصل في كل ورشه. اسمي وانت اتعورت جلست برضه جايبه حته قطنه عسكانه ظهر جديد رحت منظفاها وحاطه عليها حته ولزقه منتهيه دي بالنسبه للتسلق عادي. طب افرضي هي مثلا هي ماسكه
السلكة دخلت غوطت شوية في حتة صابع زي دي أو في منطقة زي دي أو إبرة دخلت. يعني ده متاح لأن عندي بلاد عندي كهرباء صح؟ هتروحي جايبة الشاشة القطنة برضه والمطهر الحاجة اللي أنا جايبها من عندكم ما جبتهاش من بره. يمكن هاخد الإسعافات هنا إيه؟ أنا جايبها من عندكم. جبتها في ثواني أو عاملة ومستخدمة الحاجة بتاعتي. لو هي خفيفة خلاص، طب هي مش خفيفة محتاجة إن أنا أروح للدكتور. أنا بعمل اللي عليا بدي الحاجات البسيطة دي برضه، وهي بتروح للدكتور بره بيوديها المستشفى برضه. هو بيحدد نوع الجرح ده، يا إما قطعي يعني حاجة اتقطعت جوه محتاجة إنها تخيط أو عصبي أو بالظبط كده عندي أوقع الجروح. فأنا الإسعاف الأول اللي أنا محتاجة إن أنا أعمله إن أنا أطلع وأغطي وأبعت، مش أكتر من كده. وبرضك من ضمن الإسعافات الأولية إن المتطرفة تكون من الرقابة إن إحنا ما نقفش عليها ما يبقاش حواليها. أنا بقول لك أهو تكتل عليها يمنع هوا. لازم تكون فرضانية واحدة بس اللي واقفة جنبها. يكون في تسوية عشان تقدر تتأول. أيوة، وقد الفرصة ده، ما هو ده اللي أنا بقوله، قد الفرصة للمسؤول عني إن هو اللي يتصرف. أنا لما أجيب الكهرباء المفروض أدخل السيارة الكهرباء الأول. برافو عليك. ده الاحتياطات بتاعتك. وهم عندنا اللي هو اللي هو لو هي مش قادرة إنها تستخدم، ولو اديناها قبل عشان ما تتأكد لسنة أو بديل الحالات اللي هي يبقى تبع الحالات، يبقى الحالة اللي قدامك. يعني أي واحدة مغمى عليها لازم تحط لها كده عشان تثبتي كده حالات معينة انت تعرفيها، فبتقدري ان انت تعملي. جميل جدا. بتتكلم على قصة اسمها في تضمكر. ايوه احنا بنتكلم بشكل عام، فاحنا بنقول ايه الاسعافات البدائيه للكل. المدرسه وهي واقفه فجأة لقت طالبة اتلسعت بالكهرباء، فجأة لقت بنت دخلت في ايدها ابر، فجأة لقت بنت وقعت وهي بتشتغل. يبقى هي دي الاسعافات بدايتها حبة الحاجات البسيطة اللي احنا جايبينها من عندنا اهو. دي البداية بس. طيب احنا بما اننا بقى في قسم الكهرباء، واحنا طبعا معانا مدرسين الملابس والاجهزة والالكترونيات، عايزين نستفيد بفكرة عن القسم اللي احنا فيه. الاستاذ سيد هيقوم يشرح لنا بس جزء كده من وحدة التحكم اللي هم عملوها في جهودهم برضه. عايزين بس ناخد فكرة، يبقى انت كده ايه يعني عملنا فكرة متبادلة بين الأقسام وبعضها، في نفس الوقت اعرف فايدتها ايه لنا كمدرسين ونوجهها للطلبة. الوحدة اللي هي عبارة عن ان هي شغال لي مصنع، المصنع اللي فيه خط الانتاج. خط الانتاج ده هو الهدف منه ان هو بيشغل محرك. اي خط انتاج عبارة عن ان هو محرك بيشغل الفكرة ان المصنع ده هو اللي بيشتغل عن المصلحة، بيبقى عنده كمبيوتر او حاجة بيعرف ان المكنة دي شغالة او عطلانة او لأخره. في نفس الوقت في برمجة المحرك ده هو بيشغل المكنة، ممكن يشتغل الساعة كذا ويقف الساعة كذا في ميعاد غدا تيجي فيه كلام من دوت. برنامج بيتعمل على وحدة، برنامج بيتعمل على الوحدة، بيتصمم على الوحدة وبيشتغل على اساس ان الحاجة ده. فاحنا هنا هو بنعلم الطلبة على ايه ان فيه البرنامج ازاي تنشأه، ازاي هي البنت نفسها تنشأ البرنامج، بحيث ان مثلا عندي المحرك دوت موتور 65 قوة على مفاتيح كنترولات زي المفاتيح اللي وراك ديت. سليم. المفاتيح دهيت طبعا بالنسبة لنا بنقول عليها وحدة قوة. بتوصل المحرك عادي في مكانها والأطراف، بحيث ان انا عندي في وحدة تحكم. يبقى انا عندي التحكم دوت بتحكم في القوة، بحيث ان انا كان سابق قبل كده ان انا بروح اقيد المفتاح عشان اقيد اللمبة، لذلك برضه ان انا اروح اقيد المفتاح عشان اقيد محرك.
بعد كده قالوا نعمل مفتاح سكينة. بعد كده قال لك نعمل مفتاح زي نشيله. بعد كده قال لك نعمل مفتاح كونتوكتور. بعد كده جت التطورات الحديثة. بعد كده قال لك نعمل وحدة تحكم بحيث ان احنا نتحكم في المصنع كله واحنا قاعدين في مكتبنا. نقدر نحمي عامل واحنا قاعدين في مكتبنا. يقدر اي حاجة حصلت في قلب المصنع دوت واحنا قاعدين في مكتبنا. عن طريق وحدة تحكم منطقة مبرمج بيتعمل عليها برنامج وفي نفس الوقت بيشتغل. فالبرنامج بنعمله عن طريق الكمبيوتر على اساس ان هو بيساعد معايا على اساس ان انا معايا هو في برنامج معايا هنا هو للوحده نفسها. البرنامج ده هو عباره عن ان فيه معايا الوحده اللي قدامي ديت اللي هتحكم فيها. بعمل البرنامج بتاعي فيه مفاتيح وضوابط وفيه عندي مخارج كهرباء. سلام. مخارج كهرباء والوحده في حاجات انا كنت بستخدمها قبل كده زي التايمر زي تايمر الغسالة لوقت معين وبيفصل وكلام من ده. اصبح في الوحده وهمي لكن قايم بدوره. هو رسمي يعتبر رسمي لكن قايم بدوره بالفعل. فانا عندي النهارده بعد ما بعمل البرنامج بتاعي بعمل حاجه اسمها تحويل للوحده. الوحده ديت المقصود منها ان انا هرسم عليها. ان هو بالنسبه للبرنامج على الكمبيوتر ان انا برسم عليه على اساس اتحكم اشتغل من هنا او اشتغل من هنا. سابق كنا بنعمل ان احنا نتحكم في المحرك دوت من اكتر من مكان. هذا دلوقتي احنا بنعمله ان احنا نتحكم في المحرك دوت عشان يستشعر لي خط المثال يا اما من الكمبيوتر يا اما من على الوحده نفسها. فانا بعمل هنا هو على اساس ان انا بعمل البرنامج بتاعي نفترض زي عندي محل الرسومات اللي موجوده قدامي دي كلها بتعتبر فيها هنا البرنامج بتاعي اهوت على شاشه الكمبيوتر. يعتبر البرنامج بتاعي بنقله على الوحده طبعا اللي هي موجوده اللي قدامي دي. طبعا الرسم بيختلف عن بعضه. دي حاجه في منظومه المهندس اللي بيشتغل فيه ده اللي هو بينشئ البرنامج نفسه. بقول له انا عايز اعمل برنامج نفترض مثلا خط الانتاج ده هو كرتونه بيتحط فيها منتج. المنتج ده هو لعدد معين. المنتج في الكرتونه دهيت اصبح هيروح في مكان معين. المكان دوت عايز يتحمل على الارض. فبالتالي المنتج ده هو اللي موجود بعد 10 مثلا او 15 او 20 منتج ينزلوا في الكرتونه. المفروض ان السير الحر اللي هو يقف. يبقى ده امر للمحرك اللي بيشتغل دوت هو في بس امر للسير اللي هو هيشتغل بمشي الكرتونه يتحرك. بعد كده تحرك ثاني على اساس يوصل للسياره في نفس الوقت. السير اللي هو حرك الكرتونه هو نفسه اللي ادى امر للمحرك لكي يشتغل علشان ينزل الانتاج كتير. معايا؟ يعني بيعتبر وفر عمال. فهمت؟ فبالتالي بنيجي نبص هنا على اساس البرنامج اللي احنا عملناه وبالتالي عملنا له مثلا تحويل للوحده. لما بنيجي نشغله طبعا المحرك بتاعي بيشتغل على 380 فولت. فانا بوصل له لايه؟ السوق العالي. طبعا في الجرس معايا شغال الجرس ده زي دايره انذار لو المحرك وقف معايا. لو انا كنت شغلت من على الكمبيوتر مثلا شغال المحرك اشتغل بشغل دايره الانذار لانها مش هتشتغل. دايره الانذار مش هتشتغل بس انا معايا لمبه هنا في مكتبي. اللمبه ده هي في المحرك رقم 1. فانا اطمنت كده ان انا شغال عندي المحرك اللي هناك شغال. خلاص كده المحرك اللي عندي شغال. طب نفترض حصل عطل او حصل اي شيء كان المحرك بتاعي هيقف. لو وقف معايا بالتالي الاضاءه اللي عندي هتطفي وفي الانذار بيقول للعامل تعالى شوف انت هتعمل ايه. العامل بيروح اول ما بيعمل بيوقف الانذار بتاعه ويشغل المحرك ويشوف ايه العطل بتاعه ويروح رايح على طول رايح ايه مدي الامر من خلال الكمبيوتر يشتغل. عرف ان هو اشتغل بشغل دايره الانذار بتاعتي على اساس لو حصل نفس الطريقه هو الملخص الوحده.
طبعا في برامج كتير. لو سمحت يا بنات، لو سمحت يا شباب، انتوا لاحظتوا ايه والاستاذ سيد بيشتغل؟ لاحظتوا ان هو مراعي احتياطات الامن ولا لا؟ مراعيه ليه؟ لان دايما كان له مسافه بينه وبين الاتوبيس، صح؟ طب اللي جدعه قوي او اللي مركزه قوي معانا تقول لي الوحده اللي الاستاذ سيد داوود بيقولها هي نتيجه مجهود مين ومين؟ مجهود الناس اللي عايزه تعمل احتياطات امن، لان عامله دايره انذار اهي. اول ما يجي مدرس او طالب او عامل حصل منه اي خطا بسرعه دايره الانذار ادته فكره، فبالتالي واقف مكانه. ده توفير الوقت يفصل، صح؟ مش بنقول الدقيقه بتفرق مع المريض. توفير الوقت مش هو اللي بتفرق. مجرد ما كان بس الدايره بدات تشتغل ايه اللي حصل؟